مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من كلمه حلوه. كلمتنا الحلوه النهارده عن شخص كلامه كله كان حلو، كلامه كله كان جميل، كلامه كله كان رائع. حط العالم العربي ومصر تحديدا على سلم العالميه من خلال نوبل نجيب محفوظ. نجيب محفوظ اللي ذكرى ميلاده 11 ديسمبر 2011 النهارده. هو اتولد في 1911 11 ديسمبر 1911. يعدي علينا احنا في 2014، يعدي علينا السنين دي كلها، وطبعا لازم نتذكر ذكرى ميلاد عظيم زي نجيب محفوظ. نجيب محفوظ اللي اتولد في حي الجمالية، والحقيقة هو متأثر جدا بالحي ده لأنه عاش فيه يمكن 8-9 سنين واتنقل بعد كده للعباسية، لكن في الفترة 8-9 سنين دي شكلت جزء كبير جدا من شخصيته. لما بيتكلم دايما كان يقول ان انا رغم ان هو عنده 6 اخوات غيره اكبر منه، لكن كان اكنه وحيد والده ووالدته، لان الفرق السن كبير جدا بينه وبين اصغر واحد فيهم. لما كان هو عنده 5 سنين كان الكبير يمكن عنده 15-16 سنة، اللي هو مش الكبير، اللي هو اكبر منه على طول. فتخيلوا بقى الكبار اخواته اللي اكبر واللي اكبر، طبعا الفرق السن كبير، فعاش تقريبا وحيد والده ووالدته لانه السن كان صغير وقت ما اخواته كلهم كبروا وانفصلوا او راحوا بقى للجوز وغيره. بيحكي دايما، ولما بتيجي سيره والدته تحديدا كان عينيه بتلمع، وكان دايما يحب يذكرها بالخير. وكانت الظريف انها كانت سيده تعشق الاثار، وكانت دايما تاخده وتروح الاهرامات وتشوف ابو الهول، كانت تروح الانتك خانه وبشكل مستمر. فكان هو دايما يستغرب حبها قوي للاثار، اللي بيها يمكن عمل ثلاثية من ثلاثياته أو بعض الروايات اللي كتبها في بداية حياته وهو حتى لسه يمكن أو كان لسه متخرج جديد. عمل مجموعة منها رادوبيس وغيره بتتكلم عن التاريخ الفرعوني، ويمكن كان ساعتها بيجسد الحياة في مصر في ذاك الوقت من خلال الفراعنة وحياتهم. يمكن متأثر شوية برضو أكيد بوالدته. عايزين نقول كمان انه هو اب طبعا لبنتين هما فاطمه وام كلثوم، وانه هو شخصيه زي ما قلت تاثرت كتير بحي الجماليه، بالمشربيه اللي في حي الجماليه، بالحمامات اللي كانت موجوده في كل مكان، بالفتوه اللي يعني كان مشهور جدا في الوقت ده. والفتوه طبعا احنا متخيلين كلمه فتوه ده معناها شخصيه عنيفه، شخصيه قاسيه، شخصيه مفتريه، او وليه بنترجمها في بعض الاحيان للبلطجه، اللي هي دلوقتي خدت اشكال تانية وبقت بلطجه. بس طبعا لما تسمع بقى الناس القديمه وبيتكلموا عن الفتوه اللي عملها جزء يعني فيلم بحاله اتكلم فيها، يقولك ان الفتوه ده الشخصيه بالعكس، الشخصيه الجدعه، الراجل المسؤول اللي بياخد من الغني ويدي للفقير، اللي بيحافظ على حقوق الناس، اللي بيدافع عن الحاره بتاعته. ويمكن من ضمن ذكريات نجيب محفوظ ثورة 19 اللي شافها من شباك بيتهم في الجمالية، في حي الجمالية، لما الناس طلعت مظاهرات وابتدت الفتوات تطلع النبابيت بتاعتها وتدافع عن الحواري بتاعتها لما جم هجموا عليهم الإنجليز علشان يلموا المظاهرات دي. دي من أوائل الذكريات. بيحكي كمان عن السينما وقد إيه مرتبط بالسينما من وهو عنده 4-5 سنين. كان بيروح حاجة اسمها كلاب مصر، ده كان أول يعني من السينمات القديمة جدا، كانت في الأحياء القريبة منه. كان بيروح السينما دي بشكل مستمر، اللي هو مصر كلاب تقريبا أو كلاب. كان بيروح دايما يتفرج على السينما، وطبعا ذكرياته دايما مع السينما رعاة البقر والناس اللي كانت بالافلام اللي كانت موجوده، تشارلي شابلن والحاجات اللي هي كانت موجوده في الوقت ده. فكان مبهور جدا بفكره السينما. هنتكلم عن نجيب محفوظ النهارده، وهنتكلم عن طفولته، وهنتكلم عن حياته، وهنتكلم عن كل فيلم او عدد من الافلام قد ايه كان جت من خلال لمساته هو، من خلال رؤيته هو كان شاهد عصر على الاماكن دي، فقدر ازاي يحولها الفيلم، وازاي يدخلها في النسيج المصري بالمنظر ده، وازاي يحبب الناس فيها، ازاي قدر ياخد نوبل. لان الحقيقه دي معجزه، انه انا مش عايزه اقول معجزه، احنا بالعكس احنا قادرين، بس احنا دايما عندنا حته التواصل باللغه، لانه الحقيقه اعماله ترجمت يمكن لاكثر من 33 لغه، لكن كانت عرف يختار كويس قوي مين اللي يترجم له، لان فكره الترجمه عشان تعرف توصل المعنى والصوره السليمه للحاره المصريه وللشعب المصري عايزه حد مترجم مخضرم يقدر نوصل نفس الفكر بدون تغيير بدون تحوير، لان لو ترجمت بشكل خاطئ
مش هنعرف نوصلها للعالم الخارجي. لكن هو اختار، او الناس اللي ترجمت له كمان قدرت تترجم بصيغه سليمه بحيث يقربوا الصوره بقدر الامكان من الاسلوب اللي كاتبه نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كمان من الحاجات اللي هو بيعتز بيها جدا لغته العربيه، وبيقول ان هو وجيله عندهم اللغه العربيه دي ليها قدسيتها وليها احترامها. لما تيجي الافلام تتحول لسينما، بعض الكتاب العاميه اللي هو بيشكر فيهم الحقيقه، ودي وشفتها انا الحقيقه في لقاء بيشكر في الناس اللي بتكتب بالعاميه، لكن بيقول انه بيبقوا متخيلين انه الراجل اللي مجرد ما ابتدت الشخصيه بتاعته تنطق بالعاميه فده بيخليه يغفل جوانب اخرى انه يكون بيصورها في شخصيته، خلاص وكأن الشخصيه دي نطقت باللي جواها ونطقت بصفاتها من خلال طريقه كلامها. بيقول ده طبعا في جزء كبير من الحقيقه، لكن كمان اللي بيصمم انه يكتب بالعربيه لان بيقول كان عندنا حل من الاثنين، يا اما ننزل اللغه الشعبيه ونتكلم بلغه الشارع ونكتب بلغه الشارع، يا اما نحاول ان احنا اللغه العربيه دي نبسطها جدا بحيث الناس تفهم، وبالذات عشان تتحول لفيلم سينمائي. هنتكلم على حاجات كتير النهارده. انا كتبت الموضوع على صفحتنا، والحقيقه فيه مشاركات ظريفه هنتكلم فيها، لكن هسيبكم اول جزء معانا فيلم حاره نجيب محفوظ، يعني هنشوف جزء طبعا منه بيتكلم عن حياه نجيب محفوظ، فتعالوا نشوف. انا ليا سنة عمل اللي بتبتدي في اكتوبر وتنتهي في ابريل، وما بين ابريل وسبتمبر لا اعمل ولا اقرأ ولا اكتب بسبب الحساسية والتعب، يعني الصحة بتكون سيئة في ذلك الوقت. انما يوم عملي اني اصحى الساعة 5 واخرج من بيتنا 6 او 6:30، امشي لغاية القهوة، اتصفح الجرائد وارجع. اذا كان عندي كتابة بكتب للظهر، مفيش كتابة يبقى قراءة. بعد الظهر عادة اقرأ لغاية ما يجي وقت التلفزيون الساعة 9 اقعد قدامه. ده اليوم العادي فيما عدا الخميس والجمعة اللي بخصصه للأصدقاء والشؤون الخاصة. الحرافيش معناها الصعاليق زي ما وردت في التاريخ، والأستاذ أحمد نصر أطلقوا على مجموعة أصدقائنا على سبيل الفداء، وجلستنا ما تزال مستمرة، وإن اقتصرت الآن على أحمد نصر وعادل كامل وبهجة عثمان وشبانة وتوفيق صالح وأنا. أولا القهوة مهمة جدا في حياتنا الأولى، لأن كنا كتير، يعني كنا بنكون فريقين وراي يلعبوا بعض، وبقت بالنسبة لنا كأنها نادي. وكان أول قهوة قعدنا فيها أظن أشطبر، وبعدين إزيس، وبعدين اتنقلنا لعرابي، وما ابتديناش بعرابي لأنها كانت قهوة الكبرى يقعدوا فيها بشوات العباسية والناس الكبار، كنا نتهيبها. في رحلتنا للحسين كنا بنقعد إما في سؤال ده والفيشاوي، ولما عرفت الفيشاوي الحقيقة حبيتها جدا واستقريت فيها. أما علي بابا فدي قهوتي الخاصة اللي بروحها الصبح بدري، لأنها لعلها القهوة الوحيدة اللي تفتح 24 ساعة. في هذه اللحظة من العمر أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة، وأخيرا
حب الموت. أود بالنسبة للست إني أوجه لها الشكر على تحملها حياة رغبنا معي عمرا طويلا، وجزائها الحقيقي عند الله. الحقيقة نجيب محفوظ عاش فترة يعني عاصر التاريخ المصري الحديث أو تاريخ مصر الحديث من خلال مرحلتين. المرحلة الأولانية كواحد بيعشق أو بيراقب مفردات الدستور، بيراقب فكرة الحرية وممارسة الحرية وبيتابع بكل شغف في شبابه. والفترة الثانية فكرة أنه رقيب سياسي على الأحداث السياسية اللي بتحصل، وبالتالي بيترجمها الأعمال الأدبية من خلال شغله. أنا عايزة أقول أنه قعد فترة طويلة. أولا هو اشتغل في وزارة الأوقاف فترة طويلة، وعلى ما أعتقد الوظيفة دي شغلت حياته بشكل كبير وتعلق بيها جدا، لدرجة أنه كان بيرتب بقية حياته كلها على الوظيفة. يعني في بعض الأحيان كان بيجيله وقت يصحى يبقى عايز يكتب حاجة وبعدين يقول لا أنا ورايا بكرة شغل، فينام تاني. ولما يجيله كان يجيله الوقت اللي المفروض هيكتب فيه يبتدي يسترجع اللي عايز يكتبه ويكتبه. لما سألوه عن فكرة الوحي والبني آدم الكاتب اللي بيجيله الوحي، طب والناس اللي تتحول بالعكس من كاتب من راجل فنان وأديب وبيكتب يعني بمزاج لدرجة الحرفية، انه لازم يطلع قصة ما عندوش وقت، ده شغله الشاغل وانه لازم يطلع قصة. الحقيقة هو قال انه فكرة التنظيم لازم تكون جزء من حياتنا، بل بالعكس مش جزء من حياتنا، هي لازم تكون كل حياتنا. نجيب محفوظ من الشخصيات اللي كانت منظمة جدا، كان يعشق التنظيم، رغم ان عادة الأدباء ما بيبقاش فكرة التنظيم موجودة، على اساس ان ده راجل فنان يعني نوعا ما هو بيجيله زي ما بيقولوا كده الوحي، فبيكتب في الوقت اللي بيبقى فاضي، مش يعني طول الوقت هو دي اللي مكرس حياته كلها لفكرة الكتابة. لكن هو كان حاطط لنفسه اوقات معينة فقط للكتابة، هي دي الاوقات اللي مسموح بيها. بقية الايام وزي ما شفتوا يمكن في الفيلم اللي فات، فيلم التسجيلي الجزء اللي احنا شفناه ده، بيتكلم على فكرة ان حتى عنده شهور معينة للشغل، هي بداية من 10 لغاية شهر ابريل، بداية من اكتوبر لغاية ابريل. طول الوقت التاني كان فيه معاناة وفيه نوع من المرض او الحساسية اللي كانت بتخليه تعبان، ما بيقدرش ان هو ينجز وما بيقدرش يعمل اي انتاج. لكن في الفترة دي كمان في اليوم كان عنده وقت مقدس هو للكتابة. فبيقول ان الافكار بتيجي طبعا، وبيبقى قاعد في القهوه ففي حاجه بتحصل فتلفت نظره ليها يحولها لكتابه. في بعض الاحيان كان بيبقى بيفكر في نهايه القصه قبل ما يبتديها، قبل ما يبتدي البدايه بتاعتها او يكتب بدايتها. طبعا كانت بتيجي الافكار الكتير دي، لكن بيقول انها كانت الافكار تلقائيه، لكن دايما التلقائيه هي بدايه التنظيم، هي بدايه النظام. بجمع الافكار دي وببتدي في ميعاد معين انا منظمه، ابتدي اسردها وابتدي اكتبها واحولها لقصه الناس تستوعبها. انا بس عايزه اقول انه كمان القصص كلها او اغلبها اللي كتبها هو زي ما قلت شاهد عليها. يعني الحرافيش دي يعني هو قال ان هي الصعاليق، هم كانت مجموعه شلته زي ما شفنا واتكلم. كمان من كذا قصة، يعني إذا كنا هيتكلم على زي ما قلت الفتوة، هو كان بيشوف الفتوات بتوع الحواري وبيشوف ازاي بيتعاملوا ازاي بيتصرفوا، رغم ان طبعا لازم يجيب لك فتوة الشرير وبتاع على اساس يعمل حبكة درامية في الافلام. اللي انا عايزه اقوله كمان واكد عليه فكره زي ما قلت التنظيم كان واصل معاه لمرحله انه لما حاولوا يغتالوه الحقيقه، وكان ده نوع من التحريض للاسف الشديد، ونوع من الناس اللي احنا بنطلق عليهم متشددين او فاهمين الاسلام بشكل خاطئ، حاولوا يقتلوه. انه حصلت الاصابه في رقبته، حصلت الاصابه في ايديه. كان كل ارقه انه قعد 6 أسابيع في المستشفى. كل مضايقته انه نظامه اتغير، والحقيقه لما رجع بعد 6 أسابيع برضه نظامه اتغير ونظام حياته اتغير. ده كان مقرقه جدا، لدرجه انه دايما كان في اللقاءات لما يقابلوه يقول نظامي اتغير، حياتي اتغيرت، ما بقتش زي ما هو مرتبها. لدرجه انه هقول لكم لما نرجع من الفاصل فريد شوقي ازاي اتعامل، الفنان الكبير طبعا فريد شوقي الله يرحمه، ازاي اتعامل مع نجيب محفوظ وازاي اتعرفوا على بعض، وازاي النظام في حكايه فريد شوقي وهو بيحكيها النظام داخل ما بين كل كلمه وكلمه بالنسبه لنجيب محفوظ. تعالوا نشوف دلوقتي حوار ظريف جدا مع السيده سكينه فؤاد، ربنا يديها الصحه يا رب.
حوار بين نجيب محفوظ وسكينة فؤاد. تعالوا نشوفه ونشوف ابعاده ايه. أنا بعتقد إن الإنسان العادي هو بيأدي إيه؟ وهو بيأدي الطقوس الحياتية بتاعت رمضان، ما بينفصلش عن الطقوس الدينية. يعني هو بيعتقد لما بياكل كويس في الفطار في السحور يبقى يعني الاحتفاء جزء من الطقوس الدينية، يعني كأنه بيكرم الشهر المكرم أصلا. فعلا هي تداعيات كلها أي. واحدة. يعني ألم الصيام وصبره والفرحة بالفطار وبالتسالي والسمر والسمع والصلاة والسحور كلها جزء لا يتجزأ بما فيها من مجاهدة نفس ومن الترفيه عن النفس، كله بقى حتة واحدة. أستاذ نجيب، أنا أعتقد أن يمكن القعدة على قهوة بتفكرك بقعدة رمضانية أثيرة عندك، اللي هي قعدة الخان الخليلي والفيشاوي، ويمكن الأخطر والأغرب القهوة اللي كانت تحت الأرض. يعني يمكن الفيشاوي كانت فوق الأرض لكن حضرتك في يوم قعدت في قهوة تحت الأرض. يعني احنا كويس ان احنا في وش الدنيا دلوقتي. فعلا مش كده؟ ده بيرجعك لذكريات. فاكرها كويس، قهوة أحمد عبده. أحمد عبده دي كانت في خان الخليلي. خان الخليلي القديم قبل ما يتجدد بالعمارات الحديثة، وكنا من كانت ناحية تحت الأرض فعلا. أيوة فعلا، ندخل لها من مدخل خان الخليلي اللي قدام سيدنا الحسين، ننزل بسلالم ولها باب يغلق، وجوه تلاقيها مستديرة، وفي محيط الدايرة بتاعتها أوض أوض أوض، على نظام قهوة الفيشاوي اللي فوقها. أيوة. هي كانت فوقها على طول الفيشاوي. هي تحت الفيشاوي أو بميل شوية كده. وفي وسطها فسقية، وحواليها أيضا موائد وكراسي، وتلاقي كل أوضة فيها شلة يشربوا شاي ويشربوا شاي، وكانت مشهورة بالشاي. مشهورة بالشاي. الشاي اللي تحت الأرض طعمه زي الشاي اللي فوق الأرض. لا. لا، هي كان أفخر شاي يشرب في مصر في الوقت ده. هل كانت معمولة بالصدفة ولا ترجع لتاريخ الحرب العالمية الأولى مثلا؟ كانت مخبأ من مخابئ الحرب العالمية؟ لا هي دي كانت قبل الحرب. كانت منشأة. كانت منشأة لأن هي ما اتوجدتش أيام الحرب، لأن خان الخليل الجديدة اتبنت قبيل الحرب العظمى الثانية، وهي ضاعت في أساسها. ضاعت في أساس. يعني المكان اللي بتشغله أساس القهوة الجديدة دلوقتي ده أساس العمارات. دي اتقفلت سنة كام؟ آخر عهدك بيها كان إمتى؟ أنا كنت بقعد فيها في الثلاثينات مؤقت. في الثلاثينات. يعني قعدت فيها وأنا في ثانوي، ويمكن وأنا في فترة وأنا طالب في الجامعة. طب يا ترى زي ما رمضان له طقوس في الحياة، طقوس في الأكل، في السهر، هل له طقوس في الكتابة بتاعتك؟ يعني هل بتتغير عاداتك في الكتابة مع رمضان؟ أصلا أنا كتبتي ترجع الصيف والشتاء مش رمضان، مواسم. فلما كان بيجي رمضان في الشتاء كنت بشتغل فيه. لما يجي في الصيف، يعني في صيفنا اللي احنا الحار الشديد جدا ده، مفيش كتابة؟ لا، في الحر في الحر مفيش. طب لما يجي الشتاء مع رمضان تبقى امتى؟ في الفترة ما بين الفطار والسحور ولا ما بعد السحور؟ بتكتب امتى يا استاذ؟ الحقيقة كنت بشتغل قبل الفطار أحيانا، وبعدين أحب ما تضيعش مني سهرة رمضان بقدر الإمكان. سهراتك الرمضانية فين؟ كان أغلبها في الحسين. في الحسين؟ كنا ننزل من العباسية نروح في الحسين، لنا سهرة يومية، كنا نقعد في قهوة الفيشاوي أنا وشلة أصدقائنا كلها، ونفضل قاعدين فيها لغاية ما نتسحر فيها، ونرجع للعباسية ماشية العمل الأفضل. نجيب محفوظ دخل كلية آداب بقسم فلسفة، والحقيقة وهو في الكلية كلية آداب قسم فلسفة قرر ان هو هيشتغل، واشتغل فعلا حاجة زي يعني بشكل جزئي في مجلة اسمها المجلة الجديدة. وأول مقال ليه كان في 30 أكتوبر سنة أنا آسفة في أكتوبر سنة 1930. كانت المقالة دي اسمها احتضار معتقدات وتولد معتقدات. وفضل يكتب مقالاته ولغاية ما وصل وتخرج طبعا، ووصل لمرحلة أنه عمل 3 قصص روائية برضو اسمها ثلاثية. الثلاثية دي استلهمت من القصص الفرعونية والفترة الفرعونية، لكن كانت نوع من الإسقاط السياسي على الفترة في الوقت ده. كانت عبث الأقدار ورادو بيس وكفاح طيبة. دي 3 قصص كانت من خلال التاريخ الفرعوني.
الحقيقه بعد كده يعني هحكي بقى على قصه فريد شوقي. انا عايزه اقول بس ان هو لما حكى انه صلاح ابو سيف طبعا العظيم صلاح ابو سيف قرر ان هو عايز يعمل ساعتها فيلم، وساعتها راح له قال له اكتبي السيناريو بتاعه، لان وقتها كان معروف ان نجيب محفوظ في كتاباته بيخلي الشخصيه تضيء، بيخلي الشخصيه فجاه تبقى ظاهره قدامك من خلال قرايات، وبيحطهم عاده في فهرس في البدايه بحيث انك تبقى عارف كل شخصيه شكلها وفصلها وطبيعتها وطريقتها في الكلام، كل حاجه عنها تفاصيلها الدقيقه جدا كان بيوضحها جدا في كتاباته. فلما راح له صلاح ابو سيف قال له انا عايزك تعملي السيناريو بتاع الفيلم، ففعلا وافق وابتدى يشتغل في السيناريو، وابتدى فعلا يخلي الشخصيات تنطق من قبل ما تتعمل فيلم. عن حكايه بقى فريد شوقي، الفنان العظيم فريد شوقي الله يرحمه، بيحكي انه هو كان بيسمع نجيب محفوظ وعن كتاباته ورواياته، فكان معجب جدا بيه. فقرر ان هو هيتوجه له، كان ساعتها بيعمل فيلم جعلوني مجرما، وكان عايز برضو نجيب محفوظ يكتب له السيناريو، وفعلا راحوا له، وقرر ان هو كان ساعتها فريد شوقي هو المنتج، فقرر ان هو هيبقى الماهيه بتاعته او الفلوس بتاعته او قبضه انه هيديله 100 جنيه عن الفيلم، هيديله 25 جنيه في البدايه خالص وهم بيمضوا العقد، 25 في بدايه الفيلم، 25 في نص الفيلم، و25 جنيه في النهايه. الحقيقه ابتدوا يشتغلوا، كانوا بيقعدوا مع بعض على القهوه فترات طويله، لانه طبعا نجيب محفوظ بيعشق القهوه لانها جزء من التراث المصري، فكان يقعد، فبيقول كنا نعزم عليه بسجاره، يقول لا بيشرب سيجارته هو الخاصه، وكان يبص في الساعه علشان يدخن السيجاره دي، يعني اذا التدخين بالنسبه له عشان واضح انه كان بيقلل او حاجه كان ليه ميعاد، وكان يعشق القهوه او يشرب القهوه، وكان دايما منظم. بيقول كان اوقات معينه يقابلنا فيها، اوقات تانية يقول ده مش وقت مقابلات ده، والحقيقه هو دايما زي ما قلت اسبوعه كان منظم جدا، حياته كانت منظمه جدا، الخميس والجمعه للاصدقاء والعيله وغيره، ولكن بقيه الاسبوع مقسم اليوم بشكل منظم زي ما قلت، بيعشق النظام. بيقول حتى الكتابه انت ممكن انك انت يعني انت لو ظبطت نفسك على انك كل يوم الساعه 2 تتغدى، هو على لسانه يعني، لو جت الساعه 2 الا ربع هتبقى ميت من الجوع، هي نفس الفكر، نفس فكره الكتابه برضو، انك انت لو نظمت وقتك وخلاص حطيت ورتبت انه بقى مقدس جدا انه في ميعاد معين للكتابه، هتبتدي تلتزم في الميعاد ده، انه فعلا الافكار هتخرج في الوقت ده وهتنظم، وهيبقى خارج لنا بالقصص الروائيه بتاعته الرائعه. انا عايزه اقول تاني فريد شوقي، فبيقول ان انا بعد ما خلصنا الشغل، والحقيقه الشغل خد وقت اكتر، فبيقول خلاص اديته الظرف الاخير وبقول اتكل على الله، لقيته المره اللي بعدها جايب ظرف وفيه 100 جنيه كامله. فلما سالته قلت له انت زعلان ان الفلوس قليله على اساس ان الوقت فعلا طول او حاجه؟ فقال له لا ابدا، ده بالعكس، انا حاسس ان انا من خلال التجربه دي انا اتعلمت حاجات كتير قوي، فانا بالتالي بالعكس المفروض ان انا اللي اديكوا فلوس مش انتوا تدوني فلوس. ده كلام فريد شوقي على لسان طبعا نجيب محفوظ، انه قد ايه راجل متواضع، قد ايه فاهم الدنيا صح. بيقول رغم انه كان في الوقت ده اكيد محتاج لل 100 جنيه، لكن قرر ان هو يرجعها، واقسم انه يرجعها لهم، وفعلا رجعها لهم. انا عايزه اقول لكم قد ايه النظام ده يفكرنا فريد شوقي، وطبعا فيلم بدايه ونهايه، فتعالوا نشوف مع بعض جزء منه ونرجع تاني. هي فين البصره دي وريني؟ اوريك يعني ايه؟ هو انا هغش؟ اما اقول بصره يعني بصره، فاهمين؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ صبري، اهلا وسهلا. انت رايح فين؟ احنا خسرانين. مش هنلعب ايه؟ اتفضل خد راحتك، اقعد يا جدع. اهلا وسهلا استاذ صبري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ صبري. متشكر قوي. اهلا وسهلا. تشكر ضيف يا استاذ صبري. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا. تعال يا جرسون. ايوه جاي. تعال شوف الفن والمفهوميه يشربوا ايه؟ طلبات قوي. اديني قهوه. هات له قهوه. وشيشه. وشيشه. دبل 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 دبل. ايوه دبل دبل. وادعك الدخان كويس. قهوه على الريحه وشيشه دبل ووضح مطلوب. اهلا استاذ. اهلا وسهلا. الله يخليك يا حسن. انت فين من زمان؟ محدش بيسمعك. محدش بيقدر الفن يا حسن. الفن بيموت يا اخويا. لو البلد فيها فن صحيح ما كانش حد يقدر يغني في الاذاعه غير ام كلثوم وعبد الوهاب وانا، ويمكن انا اجي في الاول. الحقيقه يا استاذ انت عليك بحه مش على عبد الوهاب. الله يحفظك. ده بيزوغ من المغنى يا استاذ، بيزوغ من المغنى. نص دقيقه مغنى وثلاثه لزم. عرفت ازاي غنى في اخر حفله؟ لا ازاي؟ اسمع يا سيدي. كلنا نحب القمر
الله الله. حظنا منه النظر والنظر ايوه جاي. اتعلم ومع ذلك سيبك، انا عندي مشروع لا تقول لي لا اذاعه ولا تياترو ولا سيما كمان. ويا ترى ايه المشروع ده يا استاذ؟ هفتح قهوه في كلود بي وهغني فيها انا والتخت بتاعي. حلو. امال بس معاك ماليه؟ معايا زينب الخنفه. يا دي الدهيه، ودي هترقص ازاي؟ دي زي جاموسه البحر، ما بتقدرش تشيل دراعها لفوق من رصه الاساور. هخفهم. قلت لي. امال الموضوع ده انا معتمد عليك فيه يا ابو علي. الحته كلها واغش وتلاقيح واللي سكران واللي بلطجي، محدش يقدر يشكمهم الا واد عتره زيك. ما تخافش يا استاذ. اهجم انت وراك ركن ركين، وجنب كده وكده هشتغل انا وانت خفيف خفيف كده في الامزوجي. ده بحر مليان فلوس نغرف منه. حلو، تعجبني يا ابو علي. قوم بينا نكمل سهرتنا في الحته. امال الحساب يا ابو علي بكره. هو كل يوم بكره؟ انت ما سمعتش بكره؟ ما فهمتش بكره؟ انا بقول بكره. أنا عايزة أقول إن يعني رواية بداية ونهاية هي كانت فتحة الخير عليه، بعد ما كان قعد فترة طويلة جدا يكتب فقط سيناريوهات وكانوا بيغفلوا رواياته. بداية ونهاية بالنسبة اتخذت وتعالجت بشكل ما وقدمت في صوت العرب، ومن هنا اتعرف نجيب محفوظ كروائي وابتدوا يلجأوا ان هم ياخدوا قصصه ويحولوها للسينما. فبعض الاحيان كان بيطلب منه انه يغير شويه في السيناريو، يغير شويه على اساس انه على حسب كلامه انه كان السينما ليها متطلباتها زي ما بيقولوا الشباك، انها لازم تبقى في المقام الاول نوع من الترفيه على الناس، وخاصه في الوقت ده كان العدد الاكبر من الناس بيعانوا من الاميه، فبالتالي لازم يكونوا بيتبسطوا وبيتواصلوا مع ناس بشكل مختلف شويه. فبيقول في بعض الاحيان كنت بضطر اغير شويه في القصه، بضطر شويه اغير في السيناريو، لكن مش في كل الاوقات كانت بيبقى التغيير للأسوأ، بالعكس في بعض الاحيان كان بيبقى التغيير للافضل. ده على لساني. انا عايزه اقول مشاركاتكم. الاستاذ احمد حسن بيطلب مننا ان بيقول عايزين مزيد من المعلومات، عايزنا نكتر شويه كلام ونقلل الماده الفيلميه. بس انا برفض تماما الكلام ده احمد، معلش انا بستاذنك، لان بالعكس انا دايما بقول لصامويل حاول تزود الماده الفيلميه، لان طبعا احنا مش راديو، احنا مش اذاعه، احنا تلفزيون، واكيد يمكن احنا هنغير ان شاء الله البرنامج قريب، وهيكون معانا كمان ضيف اكيد، وهيبقى معانا برضو الماده الفيلميه اللي معانا على اساس الناس تشوف صوره اكتر منها كلام. استاذ سعيد كرمان بيقول اين شخصيات نجيب محفوظ في هذا الزمن الذي نعيشه؟ تقريبا اندثرت وبدات في الاختفاء الكلي بفعل ضغوط الايام. عندك حق احمد علي، بشكرك على الكلام الحلو. الاستاذ ايمن سعيد بيقول شهر الحزن يا اديب، اجل فقد رحل نجيب، يستحق اكثر من البكاء، وما لي بعده من حبيب، اشعلت شموسا جديده في الادب ولن يخلفك منيب، حزنت رواياتك واجهشت بالبكاء في موقف رهيب، ذاك افضل عزاء وسيعيش ادبك دونك غريب، والله كنت اكثر من عائلتي وكنت اكثر من قريب، كنت مثالا صالحا فلا ذنب عليك اليوم ولا تثريب، إلى جنة الخلد يا نجيب ويلهمنا الله الصبر لفراقك لا دواء ولا طبيب. ده الأستاذ أيمن نصر، بشكرك على الكلام الجميل. الحقيقة في أكتر أنا عايزة أقول بس إن هو زي ما قلنا تحولت فكرة إن هو بيكتب سيناريوهات للسينما وعلاقته بالسينما لراجل بياخدوا الروايات بتاعته وبيطلبوا منه بعض الأحيان إن هو كمان يعمل لها السيناريو. يعني طبعا شخصيات كتير جدا احنا اتعلقنا بيها من خلال نجيب محفوظ، زي مثلا سي السيد والست أمينة اللي معلقين معانا، وحتى الآن دراسات كتير بتتعمل على الشخصيتين دول، وازاي فعلا زي ما أستاذ سعيد بيقول ان بقت بيننا وبين الشخصيات دي مسافات طويلة، مش بس مسافات زمنية، بقت
في مسافات اخلاقيه ومسافات تاريخيه ومسافات سياسيه ومسافات اقتصاديه، بقت في مسافات بيننا وبين العصر اللي كان بيكتب عنه نجيب محفوظ طويل وباع كبير. لكن الحقيقه الشخصيات دي لسه عايشه معانا رغم ان في اختلاف كبير دلوقتي، لكن الشخصيات عايشه معانا. الجميل بقى ان يبقى سي السيد راجل نوعا ما خاين، نوعا ما شديد زياده عن اللزوم نوعا ما، لكن خلاك تحبه. وهو ده الجميل في كتابات نجيب محفوظ، انه دايما لما بيشوف الشخصيه، حتى لما كتب عن العوالم كان طبعا بيقولك ان العوالم كان ليهم دور في الافراح وكانوا بيرفهوا عن الناس، رغم ان النظره دايما ليهم كانت مهينه ومشينه، لكن حتى لما كتب عنهم من الناحيه الانسانيه، انه قد يكون الناس سمعتهم وحشه والناس تتكلم عليهم وحش، لكن فيهم ناس طيبين، فيهم ناس جميله، فيهم ناس، رغم ان الشخص بقى اللي عامل نفسه متدين ودايما كان بيعمل المفارقات دي علشان يصحي الناس ان خدوا بالكم بلاش تحكموا من الظاهر. يعني من ضمن الحاجات كان بيدينا طبعا دروس من خلال افلامه ومن خلال اعماله. انا عايزه اقول كمان ان ولاد حارتنا حصل عليها جدال كبير جدا، الازهر اعترض عليها بشكل كبير، كمان العائلات المحافظه في مصر في الوقت ده اعترضت عليها بشكل كبير اولاد حارتنا، لان كان فيها، هم شايفين ان كان فيها نوع من التعدي، كان فيها نوع من النقد الدين الاسلامي بشكل ما. ويمكن من هنا جت حكايه اغتياله، ان في ناس كانت تحريض مقنع زي ما بيقولوا، وجت تحريض انه لقتله بشكل غير مباشر، وفعلا كانت في محاوله لاغتياله. اللي بعدها قعد للاسف حرمنا من اعماله، قعد فتره صمت ادبي كانت طويله شويه لغايه ما ابتدى يرجع يكتب، بس يمكن كان بيكتب روايات قصيره مش روايات زي ما كان بيكتبها. معانا فيلم من الافلام طبعا اللي هي ثلاثيه نجيب محفوظ بين القصرين، تعالوا نشوف جزء منها ونستعيد الذكريات معاها شويه ونرجع تاني. حاسد الإزعاج من شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. كفاية انتوا هتزفوني على ايه؟ وانا رايح الحجاز؟ تروح وترجع بالسلامة يا سي السيد، ويجعل في وشك بهارة وفي حنكك سكرة يا رب. إلهي وانت جاي يفتح لك الأبواب المقفولة يا سي السيد ويغنمك السلامة يا رب. ايه مش عايزة حاجة من بورسعيد؟ عايزة سلامتك يا سي السيد. مش عايز واحدة منكم ضفرها يبان، ها؟ ولا أسمر الشباك؟ اللي تشوفه يا بابا. أمرك يا بابا. تروح وترجع بالسلامة يا سي السيد. نينا عيشة خديجة كمان 7 أيام حرية كاملة، فلتح يا بورسعيد. نينا تعال نقول تعالي اسمع بقى. ايه؟ انت تنتهز الفرصة وتاخدي حريتك. ايه؟ اخد حريتي؟ ايوه النبي يا نينا تخرجي تشوفي الدنيا. اخرج؟ لا يا ولاد لا، اخرج من غير اذنه، ده حتى وابوكوا غايب لازم تعملوا حسابه اكتر ما يكون موجود. ده انا عمري حتى ما خرجت الا رجلي على رجل. ايوه لا. وراكبه عربيه حنطور. طب ده انا بيتهيألي انك لو خرجتي لوحدك يا نينا ومشيتي خطوتين هتتشنكلي ويمكن تتوب. وانا رحت فين؟ تيجي يا نينا اوديكي سيدنا الحسين. قال يا كمان يا نينا تشوفي السكه الجديده وتدعي لي في الحسين. ده انت بقالك 40 سنه عايشه في الحسين وما شفتهوش. الله يا حسين نظره. بعيب يا ياسين يا ابني. عيب ده ايه؟ ده لو خد خبر كان يخلص عليا. ومين اللي هيقول له؟ مين اللي هيجيب خبر؟ محدش يعني يقول له. لا يعني اروح ازور الحسين. ده انا حتى نفسي ازوره واتملى بيه كده. جايالك يا سيدي يا حسين، جايالك. انت دعتني وانا جايالك يا سيدي يا حسين. هو ده وقته يا كمان. احنا رايحين نتفسح يا نينا. يا ضنايا احنا رايحين نزور سيدنا الحسين ونرجع على طول. ربنا يستر يا كمان. خير يا دكتور؟ هو شرخ بسيط في الركبه، مفيش خوف، بس يلزمها راحه اسبوعين على الاقل. شكرا. اتفضل من هنا. السلام. مع السلامه. اسبوعين؟ يوم ست السودة يا ولاد. هقول ايه لابوكوا دلوقتي لما يرجع من السفر؟ ايه؟ هقول له كده ان انا خرجت من غير اذنك؟ ده كان يخلص عليا. انتوا السبب، انتوا السبب.
انتوا اللي فضلتوا تقولوا لي اخرجي يا نانا، اتفسحي يا نانا، بس ولا كلمه. انا اتكسحت اهي. خلاص. ايه انت كنت نازله على السلم رجليك الزحلقه. يا سلام، هو فاهم عليك يا ياسين وعلى افكارك النيره. هو سامعين كانت نازله من على السلم رجلها زحلقه. بس خلي بالك يا واد يا مقصوف الرقبه، انت حكيم انا عارفاك. قولي لنفسك. وانت يا نينا اوعي لسانك يفلت فيك. اوعي. كانت نازله على السلم. أظن المشهد ده يعني كلنا حافظينه عن ظهر قلب، مشهد السواري ده. يعني أنا عايزة أختم معاك، وطبعا الوقت للأسف شديد خلص بسرعة، كان نفسنا نتكلم نقول كلام كتير جدا عن العظيم نجيب محفوظ. أنا عايزة أقول بس إن ولاد حارتنا رغم إنها كانت سبب في التحريض على قتله والحمد لله ربنا نجاه، لكن كمان كانت سبب في إن العالم العربي تحط على أول سلمة للعالمية، وإن نجيب محفوظ ياخد نوبل. يعني سلاح، يعني كان الحقيقة حاجة مفرحة وفي نفس الوقت كانت محزنة. أنا عايزة أقول كلمات هختم بيها الحلقة بتاعتنا. الحقيقة هو لما بيوصي الشباب الصغير الأدباء اللي بيحاولوا يكتبوا، كان بيقول لهم أنتوا طبعا مش عايزين وصاية، وأنا عارف إن الشباب الجديد مش عايز يسمع توصيات، لكن أنا ممكن أقول نوع من القوانين اللي لازم تبقى موجودة لما تيجي تفكر إنك أنت تكتب قصة أو رواية. انك اولا لازم تكون بتدرس الماده اللي انت هتشتغل عليها وتبقى عارف يعني ايه كتابه روايه كويس قوي. الحاجه الثانيه يكون عندك نوع من الثقافه العامه مهم قوي. الحاجه الثالثه ان يكون عندك نوع من الصبر على التحديات اللي هتبقى موجوده تختلف اكيد زمانكم عن زمني، جيل عن جيل، اكيد كل يوم في تحديات بتزيد وكل يوم بيبقى فيه معوقات زياده. فدي الثلاث يعني قوانين اللي حطها نجيب محفوظ للشباب. انا عايز اختم عشان نقول بس ان نجيب محفوظ عاش ومات وهو الامل في قلبه وعشقه لمصر موجود. عايزين نقول للناس اللي مش متفائله، الناس اللي نفسيا تعبانه وقلقانين على بلدهم، اسمعوا نجيب محفوظ قال ايه. قال: كيف نضجر وللسماء هذه الزرقه، وللارض هذه الخضره، وللورد هذا الشذا، وللقلب هذه القدره العجيبه على الحب، وللروح هذه الطاقه اللانهائيه على الايمان. كيف نضجر وفي الدنيا من نحبهم ومن نعجب بهم ومن يحبوننا ومن يعجبون بنا. ازاي نزهق من مصر، وازاي نبقى بنشتكي كل الوقت ده واحنا عندنا كل الجمال ده في مصر. بشكركم، ويعني هيظل طبعا نجيب محفوظ في قلوبنا اكيد وفي حياتنا، ومن خلال الافلام اللي كل شويه بنشوفها وبنفتكر قد ايه الراجل ده كان عظيم. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وتصبحوا على خير.